مس على كل عشاق دحيح الافلام. لو حد قال لنا اننا هنقدر نصغر حجمنا قوي زي النمل اكيد هنفرح، بس الفكره بقى لو اتحشرت وسط سجاده ولا جه عليك صرصار ولا اي بلوى انت مش واخد بالك منها تحصل. بس حتى المشاكل دي بسيطه وحلوها، بس اللي ما عملوش حسابه انك ممكن اصلا تروح عالم تاني خالص زي صحابنا في واحد من افلام مارفل، وهو فيلم انت مان اند ذا ووسب كوانتمانيا اللي صدر سنة 2023، وبيبدأ بواحدة اسمها جانيت. وما تجيش تقول لي جانيت بنت ويليام شحاتة، لا جانيت تانية، وهي قاعدة في مكان بلا هدف كده ومستنية الفرج من عند الله، لحد ما بتسمع فجأة صوت قوي وبتجري عليه علشان تشوف كائنات غريبة بتجري عليها، وبتضرب واحد يروح مقسوم 2 وكأنه نجم بحر أو ديون عليا مثلا، وبعدين بيجي التاني هاجمها ويوقعها ويروح حد قتله علشان تلاقي في وشها وساس كانج اللي كان بيطلع في الروح، وبيقول لها ايه المكان الغريب ده، علشان بعدين نروح لسكوت بطلنا الرجل النملة اللي انقذ العالم وبيعيش حاليا حياة حلوة جدا، وبيقول لك ان الناس كلها بتقدره وبتحاول تتصور معاه وتخليه يتصور مع ولادهم وحيواناتهم وكل الناس عارفاه، وبتوع الكافيه ما بيرضوش ياخدوا منه اي فلوس خالص كل يوم على فطاره، وحتى الاماكن اللي بترضى تاخد فلوس دايما بنلاقي حد دفع له الحساب، وبكده يكون كون شبكة علاقات كبيرة. بس هو شايف ان اكتر حاجة هو محظوظ بيها هو تعرفه على حبيبته هوب اللي بتنقذ العالم كل يوم عن طريق نشر الطعام وايقاف المجاعات وغيره من اعمال خيرية كتير، وساعات بيكون عندها وقت ليه يروح يشربوا حاجة ساقعة على كوبري الساحل علشان بعدين يشوفوا قاعد وسط الاطفال وكان بيقرا من الكتاب بتاعه اللي حاطط عليه صورته وبيحكي فيه قصة حياته للاطفال، وبيقول لهم ان دايما في امل وفرصه انهم يتطوروا واوعوا تياسوا. وبعدين بيجيله تليفون ويقولوا له يروح يضمن بنته كاسي في الاسم علشان مقبوض عليها، وبعدين بيقول لها ايه الكلام ده، انت مقبوض عليكي ليه، عملتي ايه؟ قالت له يا عم ما عملتش اي حاجه والله ده ظلم. وبعدين بنشوف الضابط عمال يقول لها بقول لك ايه رجعيها احسن لك، واللي قاعد مش فاهم اي حاجه، وبتقول له شكلك مش شايفها بسبب الغاز المسيل للدموع اللي كنت بتضربه على المتظاهرين السلميين في المنتزه. وبعدين بتديهم عربيه صغيره وبتقول له خد نسيت اللعبه بتاعتك، وابوها بياخدها مع هوب في العربيه وبيقول لها الهزار ده انت صغرتي عربيه البوليس، انت اصلا ازاي بتستخدمي التقنيه دي تقنيه خطيره جدا. قالت له عادي وعندي بدله، قال لها يا نهار ازرق كل ده حصل وانا مش موجود. وبعدين بتقول له انا مش صغيره علشان تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، وبعدين بيقول لها مش بقول لك ولا حاجه، بس هوب بتقول له انت كده بتقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. عامه تعالوا نسمع اغاني احسن، وبعدين بنشوفهم شغلوا التسجيل علشان يلاقوه كان بيسمع الكتاب بتاعه، وبيقعدوا يضحكوا عليه وبيروحوا بعدها للجد هانك وجانيت وبيعملوا لهم بيتزا صغيره ويكبروها، وبيقعدوا يتكلموا انهم بيستخدموا التقنيات بتاعه التكبير والتصغير، وبيعملوا ابحاث على النمل، والاب بيكون قاعد مندهش وبيقول لهم دي حاجات خطيره قوي. قالوا له على الاقل بنعمل حاجه مفيده، انت بتعمل ايه بقى في حياتك؟ قال لهم انا انقذت العالم، انتوا بتقولوا ايه؟ قالوا له ماشي ودلوقتي بتعمل ايه؟ بتمضي كتب بس. وبعدين بيقوموا من على الاكل ويخشوا المعمل يوروا له هم وصلوا لايه وهو غايب. هتقول لي غايب فين يا دحيح؟ هقول لك والله لو عايز كل سلسله افلام مارفل اللي قبل دي لازم الفيديو ده يوصل ل 10000 لايك او 1000 واحد يكتب كلمه مارفل في الكومنتات. وبعدين بيقولوا له ان بنته اخترعت حاجه بتودينا الى عالم الكم، وقال لهم دي حاجه خطيره جدا. قالت لهم ما تخافوش دي بتبعت اشاره بس. بعدين جانيت بتقول لهم انتوا بتهزروا صح؟ قالوا لها لا مش بنهزر ليه؟ قالت لهم لو الجهاز ده بيبعت اشاره للعالم ده لازم تطفوه دلوقتي، وبتكسر الجهاز وهم مش فاهمين حاجه علشان بعد ثواني الجهاز تطلع منه موجه زرقاء ضخمه جدا وتبدا تسحبهم كلهم وتحسها شبه الثقب الاسود كده، وكلهم بيتسحبوا جواها بالدور وبيمشوا في طريق غريب كده وكله صخور وحاجات غريبه، وبيحاولوا يمسكوا بعض او يقربوا من بعض كل شويه، وساعات يعرفوا وساعات لا، لحد ما وصلوا كلهم مكان غريب كده اغرب من ميدان رمسيس. وبنلاقي ان هوب وامها
وهانك مع بعض في مكان، وكاسي وسكوت في مكان، وسكوت بيطمنها وبيقول لها عادي كاننا في رحله ما تركزيش يعني. وبعدين بتقول له بس احنا عمرنا ما طلعنا رحله مع بعض. قال لها بس كنا بنخطط يعني والفرصه جت اهي. وبعدين بنشوف جانيت بتمنع اللي معاه يتحركوا، وفي حاجه غريبه بتعدي عليهم وبتقول لهم ان المكان ده مالوش وصف، ده مش مكان اصلا، ده عالم بره الزمان والمكان، حاجه غريبه كده ملهاش ملكه. وبعدين بنشوف كاسي وابوها وفي كائن شبه الشمس بيقرب منهم كده، بس سكوت بيقوموا يضربوا باستخدام البدله بتاعته ويرميه بعيد علشان يظهر بعدها كائن اضخم بكتير قوي. وهنا بيلاقوا حاجه زي شعاع ليزر حارق ضربته وقتلته في ثواني، وبيلاقوا ناس كتير قوي حواليهم وبيتم القبض عليهم في ساعتها ويتسحب. وبعدين بنشوف جانيت وهي بتقول لازم نلاقيهم هما الاتنين، العالم ده حرفيا تحت العالم بتاعنا. وبعدين بنشوف كاسي وسكوت وهم وسط ناس كتير قوي قابضين عليهم. وبعدين بنشوف جانيت واللي معاها وهم ماشيين في الصحراء، وبعدين بيشوفوا فوج من الكائنات جاي عليهم وشكلهم مش ناويين على خير، وبتقول لهم ما تخافوش وسيبوني انا اتعامل مع الموضوع ده. وبعدين الفوج ده بيخرج منه فوج صغير، والفوج الصغير ده بتتحرك له جانيت، وبعد ما تتحرك له وبتكون في وش القائد بتاعه بتروح ماسكه السلاح بتاعها وضرباه بيه في دراعه ويقطعاه ويضرباه في صدره، علشان بعدها دراعه يطلع تاني وفي ايده السكينه ويضحكوا ويحضنوا بعض. وبتقول لهم ده صحبه قديمه لما كنت تايهه هنا، وطالما هندور على سكوت وكاسي محتاجين مساعده في ده، البسوا ده علشان نتنكر وسطهم وهيدونا ركوبه كمان. وبعدين بيركبوا الكائن الغريب اللي اتحرك ناحيتهم، علشان بعدها نشوف سكوت وكاسي في مكان غريب تحسوا قبيله افريقيه وبيرددوا كلام غريب، وهو بيقعد يسالهم فين بنتي، ومحدش بيرد لحد ما بيلمحها وسطهم وهو على بقها اللون احمر، وبتقول له اشرب السائل. وبعدين واحد من الكائنات بيفتح بقه بالعافيه ويشربوا سائل غريب، وبعدين بعد ما بيشربوا بيكون فاهمهم عادي ويقول لهم ايه ده يعني انتوا مش بتقولوا كلام غريب وبتشجعوني اشرب. وبعدين بيقولوا له الراجل ده بيقرا الافكار. وبعدين السائل بيقول له انت شربت مني دلوقتي، انت عندك كام خرم؟ والراجل اللي بيقرا الافكار بيقول 7، بس ممكن نغير موضوع الاخرام ده. وبعدين بيقولوا له انهم من كوكب الارض وسافروا ما يعرفوش هم فين ولا بيعملوا ايه. والراجل بتاع الافكار بيقول انهم معاهم حق ومش بيكذبوا وهم فعلا مش عارفين اي حاجه. وسكوت بيقول لهم انه كان كبير في العالم بتاعه هو وبنته، بس هم حاليا صغيرين علشان هنا وكمان عايزين يرجعوا فوق. راحت الرئيسه بتاعت الكائنات دي قالت لهم طالما جايين من فوق يبقى هيدور عليكم ومش هيسيبكم في حالكم. وبعدين بنشوف جانيت خدت اللي معاها بار وبتقول لهم ايه رايكم احنا هنستنى صديق قديم هنا. وبعد ما بيشربوا من السائل برضه اللي شربوا سكوت بيفهموا كل الناس اللي في المكان عادي، وبيطلب هانك مشروب يخليه يسكر. وبعدين بيجي واحد يلاقي هوب، بس جانيت بتيجي تاخدهم ويقعدوا على الترابيزه علشان بعدها تيجي سفينه ضخمه الكل بيبص عليها. وبعدين بنشوف واحد تحسه من جيل حسن حسني وحسين فهمي بيمس عليهم وبيقول لها ازيك يا جانيت عامله ايه، وهانك مش مرتاح برضه ليه وبيقعد معاهم وبيسلموا على بعض، وبتقول له انها عايزه مساعدته علشان تلاقي 2 نزلوا معاهم هنا بالغلط وبتدور عليهم. قال لها والله يا مسهل، وهو ما يوصلهمش الاول. وبعدين بنشوف كاسي وسكوت وهم مع الكائنات، ولما بيعرفوا انهم من فوق ومش عارفين اي حاجه عن اي حاجه الرئيسه بتقول طلعوهم بره، بس بيقولوا لها يا ست عيب عليكي ده احنا ضيوف وعايزين مساعدتك. قالت لهم والله لو حد عايز مساعدات يبقى احنا، ركزوا علشان تعرفوا ان دي اصلا ملاجئ والبيوت كانت بتتحرك وهتقتلهم وهم مقربين عليها. وبعدين بيقول لها طب وصلونا لجانيت ويسيبونا نمشي. قالت لهم ايه قلتوا ايه؟ قالوا لها دانيت اللي بالشوكولاته. قالت له لا انت قلت جانيت. المشكله انه بيدور على جانيت دي، وطالما انتوا بتدوروا عليها يبقى هو بيدور عليكم وهيعملنا كلنا كفته ولازم نتحرك من هنا بسرعه. وبعدين بيلاقوا حاجه كبست عليه. وبعدين بنشوف جانيت واللي معاها والراجل بيقول لها وحشتيني يا جانيت وحشتني ايامك وافخادك. قالت له يا عم اتلم جوزي قاعد، وهانك قاعد بيطق الشرار من عينه وبيقول له انت هانك بتاع النمل. قال له دي ما كانتش بتبطل كلام عليه. قال له غريبه مع انها عمرها ما جابت سيرتك اصلا. قال لها يا شقيه مش عايزه تزعليه. وبعدين بيقول له معاك بقى نمل من ده انا عمري ما شفته. قال له ليه انت مش من البشر ولا ايه؟ قال له ايوه الله ينور عليه، هي كلمه بشر دي اللي كانت ضايعه مني، ما اعرفش انكم بشر، بس انا مش بشري، لا انا بس فضلت في الشكل ده شويه علشان اتشاقى مع جانيت. وبعدين بيقول لها انت شكلك مش قايله اي حاجه ولا هم يعرفوا
تعرفوا مين جانيت ولا عملت ايه ولا قتلت كام واحد وسابتنا ومشي. عامة معاكي فرصة جديدة تسلمي نفسك وتسلمي اللي معاكي وهو هيرضيكم، ويا رب ما يكون قتل اللي بتدوروا عليهم علشان هو بعت لهم اخطر سلاح عنده يقتلهم. قالت له ايه ده انت بقيت معاه؟ انا كنت سايباك كويس ومع الثوار. قال لها بصراحة هو مقنع قوي والحالة اللي سبتينا فيها ما كانش فيه بديل عن الحل ده معاه. وبعدين بيضربوا بعض كلهم وهانك بيكبر كائن من الكائنات، ولما بيكبر بيمسك الراجل الغريب ده علشان ياكله. وبعدين هانك بيروح للسفينة وبيحاول يسوقها، وجانيت بتقول له يسوقها ازاي وهو بيركب معاهم، وبيتخانقوا انها خانته. قالت له ده انا بقالي هنا 30 سنة اكيد ليا احتياجات. قال لها انا برضو كان ليا تجارب بس ما نفعش علشان ما كانوش زيي ولا عمري حبيت غيري. وبعدين بنشوف كاسي وهي بتقول لابوها يساعد الناس اللي هنا ويحل لهم مشكلتهم لو عندهم مشكلة. قال لها يا بنتي احنا ما نعرفش احنا فين ولا بنحارب ايه، غير كده احنا ما نعرفش احنا سافرنا قد ايه على الارض كده، 10 ثواني ولا 10 سنين ولا ايه. وبعدين ما بيلحقوش يكملوا كلام علشان بيلاقوا الضرب نازل عليهم من كل حتة، وبنعرف ان خلاص رجالة الغازي اللي كله خايف منه جم. ومش هم بس، ده معاهم كمان سفينة غريبة لشخص شكله هو الصياد اللي جاي يقتل كاسي وسكوت. وبيفضل رجالة الغازي يضربوا الناس اللي في المكان وهتك يا تعذيب، وبيقبضوا عليهم كلهم وعلى البيوت بتاعتهم اللي بتتحرك وبيتحارب معاهم. وبعدين بيظهر الصياد وبيكون عبارة عن راس كبيرة وليها ايد ورجل، وبيتخانق مع كاسي وسكوت ويوقعهم، وبيقول له ياه اخيرا يا سكوت وقعت في ايدي تاني، احنا قدرنا واحد من يوم ما تقابلنا خلي بالك، بس انت اللي مش واخد بالك. وبعدين بيقول له ايه ده ثواني، وبيفتكر سكوت شوية حاجات، وبعدين بيقول له مش معقول انت دارين؟ قال له ايوه دارين اللي انت نفيته هنا وسبته يموت. وبعدين بنشوف جانيت في السفينة مع هوب وهانك، وهوب بتقول لها على فكرة انا على اخري منك، انت حبسانة هنا ومخوفانا واحنا لا عارفين احنا خايفين من ايه ولا بنهرب من ايه، والناس هتزهق وتقفل الفيلم. قالت لها خلاص هحرقها وامري لله بقى. وبعدين قبلها بنرجع تاني لسكوت وهو في السجن مع بنته، وبيقول لها كده انا اتسجنت 4 مرات وانت 3، انا لسه كسبان خلي بالي. وبيظهر دارين تاني وبيقول له ايه رايك فيا دلوقتي بعد ما انت نفتني لاني الغازي وخدني واعاد انشائي واداني قوه وسلاح وبقيت السلاح الاخطر في المكان. قال له والله روش ما عنديش تعليق غير بس ان رجلك صغيره. قال له مش صغيره ولا حاجه على فكره. قال له وبعدين فين جسمك انت راس بس، دي حبايه دي ولا ايه؟ وبنرجع تاني للسفينه وجانيت هتحكي لنا اللي حصل بدل ما احنا تايهين معاهم كده، وبتقول لهم كان يا مكان. هانك قال لها لا اخلصي الناس هتقفل الفيديو. قالت له لا خلاص، طب فاكرين الراجل اللي في اول الفيلم؟ الراجل ده وقع على العالم ده وانا هنا. وبيقول ان السفينه بتاعته باظت فجاه، والسفينه بتاعته دي كانت متطوره قوي، متطوره اكتر من اي شيء شفته في حياتي. وقعد يقول ان مفيش حاجه اسمها الزمن، وانه يقدر يرجع ويروح في الزمن زي ما هو عايز، ويقدر يرجعها تاني البيت لو صلحت السفينه معاه. وفعلا بتقعد تحاول تصلح السفينه معاه مره في مره، ما تعرفش لحد ما في مره منهم بتعرف وبيشغلوها والبدله بتاعته بترجع له تاني وبيبقى بيها قوي جدا. والسفينه دي من كتر ما هي متطوره قوي فهي متصله باعصابه، واول ما لمست اللي جواها لقيت نفسي بشوف كل حاجه جوه دماغه وبشوف اللي هو عمله زمان. الراجل ده اباد عوالم كتير قوي وخطوط زمنيه كامله، وعرفت انه منفي هنا وانا اللي ساعدته انه يصلح سفينتي، مع ان اللي نفاه هو اللي مبوظها ليه اصلا. ومسكت النواه وقال لي هرجعك بيتك لو رجعتيها وهرجعك لبنتك، بس ما كانش ينفع يخرج بره باي شكل. وهوب بتقول لها ها وعملت ايه؟ قالت لها ولا حاجه، كبرت النواه بتاعت المحرك قوي ومعرفش يعمل فيها حاجه بعدها ولا يستخدمها، ومش هيعرف يعمل حاجه من غير الذرات بتاعت التصغير والتكبير اللي مع سكوت وكاسي، لو ما وصل لهمش مش هيعمل حاجه. بس الراجل ده ما ينفعش ابدا يخرج من مكانه مهما حصل. انا فضلت بعد ما عملت كده اهرب منه كتير قوي، بس للاسف هو بمجرد ما لبس بدلته بقى قوي تاني وقدر يحول السجن اللي كان فيه ده لامبراطوريه ضخمه تحته. علشان كده بيجروا ورانا وخايفين ومش عارفين نعمل حاجه بس، وهي دي القصه اللي مشوقاكم قوي يعني. وبعدين بنشوف الغازي جالهم السجن وقال لهم منورين يا رجاله والله. وبعدين بيقول له انت عايز مننا ايه يا عم؟ انت ما ينفعش تعملنا كده خلي بالك، انا واحد من المنتقمين. قال له اه شفتهم قبل كده فعلا، انت ابو شاكوش؟ قال له لا التاني اسمه سور، انا الراجل النمله. قال له اهلا وسهلا بيك يا معلم، دلوقتي انت عايز تروح وتخرج من هنا انت وبنتك صح؟ قال له صح. قال له طب عارف جانيت الوليه دي سرقت مني حاجه مهمه قوي زمان، عايزك ترجعها لي بما انك حرامي. قال له مش موافق
موافق انا مش مرتاح. قال له ما احنا كنا كويسين يا عم، وبدأ يعذبه جامد ويشده ويضربه ويزنوه في الحيطة، وبعدين بيقول له كده كده هتوافق او هقتل بنتك قدامك وهفضل عايشك نفس اللحظة كل شوية بعدها، فاكرني بهزر صح؟ وفضل يعذب البنت لحد ما قال له خلاص خلاص حسبي الله ونعم الوكيل فيك، موافق. اروح ازاي هناك بقى؟ قال له سهلة، وراح مخرجه واخده هو والدارين وحراس معاه، وقال له هنا النواهي اللي كبرتها. قال له طب انا مش عارف شكلها المفروض اخد ايه؟ قال له لما توصل هتعرف ما تقلقش. ولما دخل بدأ يظهر له نسخ من نفسه، وقالوا له دي كلها احتمالات، المفروض كل واحد فيهم فاكر نفسه صح وعنده خطة لوحده للأسف، وبيفضلوا يكتروا كلهم بشكل مرعب، وكلهم بيتحركوا في اتجاهات مختلفة لحد ما بيبدأ يتحشر في النص بينهم. بعدين فجأة بيسمع صوت بنته وهي فوق معاه وبتقول له يرجع لها سليم، وهنا بيبقى كل النسخ اللي موجودة بتفكر وعايزة نفس الحاجة، وبيبدأوا يسحبوه لفوق واحدة واحدة لحد ما بيوصلوا انهم عاملين جبل منهم وهو فوقيهم، وبيحاول يصغر النواة بس مش بيعرف. وبنشوف بعدها هوب بتنط من السفينة بتاعت هانك وجانيت ناحية النواة هي كمان، وبيظهر منها النسخ، وجانيت بتقول لها سيبي دي كلها النسخ مش حقيقية، ركزي انتي. وبعدين بتكمل طريقها وبتلحق الواد سكوت قبل ما يقع وكل النسخ بتختفي، وبيروحوا ناحية النواة ويصغروها وياخدوها في ايدهم ويقعوا على الارض. وجانيت بتقول له انت جيت هنا ازاي وكنت بتعمل ايه؟ هات البتاعة دي. قال لها ما ينفعش ده معاك كاسي. قالوا له يا نهار ازرق معاك كاسي، بس البتاعة دي ما ينفعش الراجل ده ياخدها باي شكل يا ابني، برضه هيعمل مصيبة لو خرج. وبيفضلوا محتارين لحد ما الغازي بيظهر وبيقول لهم خلاص خلصتوا خناق، وبيسحب النواة وبيقول انه مستني اللحظة دي من زمن الحمد لله. وبعدين بيحاول يسكتوا وهو بيضربوه، بس جانيت كانت عارفة ان مفيش فايدة ورماهم بعيد عنه. وبعدين جانيت لسه هتتحرك سحبها وخدها معاه. في نفس الوقت كان دارين واقف مع هانك وبيقول له ياه المرشد بتاعي منورنا، انا بقيت السلاح الاخطر هنا. وبعدين بيمسكوا يضربوا ويبوظ له السفينة بتاعته علشان يوقعوا على الارض هو وسفينته، ويا عالم مات ولا لا. وبعدين بنشوف جانيت والغازي بيقول لها ها انت لما سبتيني شفتي ايه بقى؟ انا مش فاهم. قالت له شفت الدمار والخراب وحقيقتك وانت بتدمر ناس كتير قوي. قال لها المشكله مش فيا، خلي بالك انا في مني كتير قوي في كذا خط زمني وفي اكوان متوازيه، بس المشكله ان كلهم اتحدوا وقرروا يحاربوني علشان انا المشطشط، فبقيت بروح بقى كل خط زمني منهم وادمره. قالت له لا انت بقيت متضايق انهم هزموك وما عجبهمش شغلك، رحت حاولت تدمرهم وبعدين نفوك هنا. وبنشوف بعدها هانك وهو جاي وبيقول لهم انه لسه عايش وانه سمع اشاره غريبه من ساعه ما جه هنا، والنمل اللي كان بيربيه واتسحب معاه هنا تقريبا عدى بخلل زمني خلاه يكبر 100 سنه، واتطوروا ذهنيا وبقوا اذكى وكانوا بيحاولوا يوصلوا ليا علشان يساعدوني وجابوني هنا، ودلوقتي يلا بينا ننقذ جانيت وكاسي علشان اللي بيلخص تعب وعايز يقفل الفيلم. وبعدين بنشوف كاسي بتقدر تهرب من الجنود اللي معاه وبتروح للبنت الرئيسه بتاعه المقاومه وبتحررها علشان تساعدها في انها تخرج من هنا. وبنشوف بعدها الغازي بيقول لجانيت انه خلاص هيطلع بالسفينه ويسافر وياخد امبراطوريته دي معاه وهو بيغزو العالم بعد ما رجعت له النواه تاني، وبيبدا يقول خطاب للناس اللي واقفه بتسمعه والجنود ويحمسهم علشان فجاه يختفي من على الشاشات. وبتظهر البت كاسي وهي بتتكلم وبنعرف انها وصلت لاشارات البرج ولعبت فيها علشان توصل للشاشه والرئيسه بتحاول تحميها. وكاسي بتقول لهم ايه يا رجاله انا عارفه انكم جايبين اخركم وخايفين ومترددين، بس هو خايف منكم مش انتوا اللي المفروض تخافوا منه، علشان ده ضعيف كلنا ايد واحده نقدر نكسبه ونعمل مليون حاجه حلوه، يلا بينا تعالوا. بعدين بيتم مهاجمتهم وبيبدا الغازي في تجهيز السفينه علشان يطلع بيها من مكانه. وفي نفس الوقت الواد سكوت بيعمل له مفاجاه ويجي وهو ضخم جدا ويبدا يكسر المباني ويكسر كل حاجه علشان يهاجمه، وبيكون دارين بيحاول يوقف برضه اللي بيحصل ده بس مش قادر. وبتبدا السفن تتجمع وتضرب سكوت، بس بيظهر بتوع المقاومه اللي بيحاربوا معاه وبتبقى حرب متكافئه لما ما خافوش وهاجموه كلهم مع بعض. ولما نشوف برضه كاسي وهو بيحاربوا معاه وفي النص بيحاول دارين يمنعهم، بس كاسي بتضربه لما تضخم نفسها وبتقول لدارين انت محتاج تراجع نفسك بجد، ليه تقرر تبقى مؤذي وانت ممكن تكون انسان كويس عادي. وبيكون الغازي في الوقت ده عمل غلاف على السفينه بتاعته وسكوت مش عارف يخترقه خالص. وبتيجي هوب وبتقول له هنعمل ايه يا الذكي؟ قال لها انا عندي فكره حلوه قوي ممكن نجربها، كده كده الفيلم قرب يخلص مش هنخسر حاجه يعني. وبعدين بنشوفه صغر حجمه جامد وبعدين رمى نفسه على الغلاف بتاع السفينه وقدر
بيخترقها ويدمر عملية الإقلاع بتاعة الغازي، وبيحصل انفجار وجاند فيه والغازي فيه والنواة بتخرج من مكانها. وبنشوف البت كاسي كبرت نفسها هي كمان وراحت حضنت ابوها وقالت له برافو عليك، فكرة ممتازة والله. وهنا بقى الغازي بيقول لهم يا ولاد الرخمة طب ورحمة امي لا تزعلوا، وبيقوموا بيقول لهم اللي حصل في كل الناس اللي قبلكم واللي خايفين اروح اعمله والله لا اعمله هنا، وبيبدا يدمر كل حاجة حواليه ويقتل كل الناس والمقاومة بتبدا تهرب من المكان. وبعدين بيقف يقول للبشر انتوا شوية حشرات مفيش منكم رجا ولا تقدروا تعملوا معايا حاجة، انت قتلت كتير من المنتقمين وقتلت ناس كتير قوي مش هيبقى صعب اخلص منك. بس بيظهر هانك والنمل بتاعه وبيهاجموا الغازي اللي من كترهم بيعمل غلاف على نفسه، بس دارين بيساعد النمل انهم يفتحوا الغلاف. بعد ما كاسي فوقته قدروا يهاجموا الغازي وياخدوه بعيد. وبعدين دارين بيقول لهم انا مبسوط اني اموت وانا واحد من المنتقمين. قالوا له ماشي انت عينت نفسك معانا بس ماشي انت واحد منا اكيد، وبيموت وهو مرتاح. وطبعا علشان انت بتسبق الاحداث هتبقى فاكر ان الموضوع خلص، وجانت بتقول لهم فاضل فرصة نروح فيها يلا بينا، وفتحوا بوابة للبيت وكلهم دخلوا. بس لما جه سكوت يدخل لقى الغازي في وشه قال له مش هتعدي ولا انا هعدي يا سيدي ما تتضايقش. وبيفضلوا يضربوا بعض كتير قوي والغازي كان خلاص هيقتله، بس بتظهر هوب وتضربه وبعدين بيحطوه في النواة اللي بتسحبه بشكل غريب. وبعدين البوابة بتتقفل وبعدين بيشكرها انها رجعت مخصوص علشانه وانقذته. وبعدين بيبصوا على الثوار بعد ما استردوا وطنهم وبقوا عايشين من غير خوف. وبعدين بنشوف كاسي بتستخدم الاختراع بتاعها علشان تفتح بوابة بين العالمين زي ما حصل في اول الفيلم، وبيدخل لها ابوها وهوب. وبعدين بنشوف سكوت رجع لحياته الطبيعية واستنجح وسط المدينة والكلام على كتابة تاني وهو مبسوط. وبعدين بنشوف مشاهدين بعد الفيلم ما خلص اول واحد لكل النسخ بتاعت الغازي في الاكوان الموازية لما عرفوا ان البشر قتلوه في المنفى، وبيقولوا ان كده بقوا خطر علينا طالما قدروا يقتلوا واحد مننا. وبعدين بنشوف لوكي وهو قاعد في المسرح في زمن قديم قوي مع واحد بيتفرجوا على ارض للغازي وبيقول له هو ده، قال له هو ده ايه ده شكله عادي مش شرير ولا مجنون زي ما قلت لي يا لوكي. قال له ما هو ده شرير ومجنون وبيخلص فيلمنا على كده. ما ننساش بقى لو عايز سلسلة افلام مارفل بالترتيب اكتب لنا في الكومنتات كلمة مارفل اول ما يوصل الفيديو ده